اليوم نتعرف على جميع المتأهلين إلى الدور النصف النهائي من منافسات أبطال إفريقيا، ما عدا مباراة مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس التي سوف تلعب غدا استثناء. الترجي التونسي رفقة يوسف البليلي الجزائري في مهمة صعبة داخل الديار في تونس ضد فريق صن داونز الجنوب إفريقي الذي يحسن اللعب أيضا خارج القواعد. الترجي يبدأ المباراة متأخر بهدف مقابل 0 على اعتبار نهاية مباراة الذهاب هنالك في جنوب إفريقيا. الترجي الرياضي إذا تمكن من التأهل إلى النصف النهائي ستكون المرة 14 التي يصل فيها النادي في تاريخه لهذا الدور، وهو رقم كبير جدا في المنافسة. الحكم السنغالي عيسى سي سيتولى إدارة مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين هنالك في رادس. حسب الصفحات الرياضية التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، يعول الفريق وأنصار النادي على النجم الجزائري يوسف بلايلي لتجاوز صن داونز، حيث يمتلك شخصية قوية في مثل هذه المواعيد الكبرى في المستطيل الأخضر. التشكيلة المحتملة للترجي رباعي الدفاع بن حميدة توغاي جلاسي وبن علي. في الاسترجاع عندك اوغبولو وحسام تقى، في حين على الأجنحة هنالك بلايلي وريان صاص، وفي وسط الميدان الهجومي الجبالي قبل أخيرا روديغار الذي سيكون مهاجم صارح. هذه التشكيلة المتوقعة. فكم تتوقع أنت نتيجة مباراة الترجي وصن داونز؟ كم تتوقع الأهداف؟ وهل سيتأهل هذا الفريق الإفريقي العربي الكبير المتخصص في هذه المنافسة؟ طبعا بالتوفيق للترجي وجميع الأندية العربية المشاركة في هذه المنافسة، وبالتوفيق أيضا لمولودية الجزائر يوم الغد.